بقالك فترة بتدور عشان عايز تتعلم سايبر سيكيورتي او اي مجال تقني تاني ليه علاقة بالتقنية، وعمال بقى قبلك بقى كلام كتير قوي واقاويل وحاجات كتير بتدور عليها مش عارف تلاقي اي حل ليها، وقصص حزينة كده انت قاعد بتلف في دوامة بقالك فترة. انا جاي بقى في الفيديو ده عشان اجيب لك الخلاصة واقول لك تعمل ايه بالظبط، ده لو ليك مزاج يعني ان انت عايز تعمل حاجة. مبدئيا كده انا في الفيديو ده هتكلم عن السايبر سيكيورتي بس، لكن ليه لو حد عايز يسأل عن اي حاجة تانية يكتب لي في الكومنتات وانا هجاوب عليه. مبدئيا كده عشان تتعلم السايبر سيكيورتي الموضوع مش معقد زي ما انت متخيل خالص، لا بالعكس الموضوع بسيط جدا، هو محتاج بس حاجتين: التزام واستمرارية. مبدئيا كده لو انت بقى هنعتمد ان انت ايه ما يعني مالكش في اي حاجة خالص، المفروض ان انت مطلوب منك حاجة واحدة دلوقتي، ان انت تبقى اصلا فاهم مبادئ تكنولوجيا المعلومات، ودي بقى تتلخص في كورس وموجود على اليوتيوب كمان. كورس اسمه كورس كومباتيا اي بلس. في واحد بقى اسمه سامح رمضان بيقدم الكورس ده على اليوتيوب بشكل مجاني وكمان بشكل ممتاز جدا. طب خلصت ايه بلس وبقيت فاهم تكنولوجيا معلومات، المفروض الدور على ايه بقى دلوقتي؟ طبعا لما انت بقى المفروض عشان تبقى فاهم ان انت عشان تبقى سايبر سيكيورتي لازم قبلها اصلا تبقى مبرمج، او حتى لو على الاقل مش هتبقى مبرمج محترف في البرمجة، فاقلها خالص تكون دارس بقى ايه؟ علوم حاسب، اللي هي تتلخص في كورس السي اس 50 اللي برضو موجود على اليوتيوب ببلاش. طب خلصت ده وخلصت ده، دلوقتي بقيت فاهم شوية الدنيا عن الاول، لان انت دلوقتي بقى معاك كورسين لو انت درستهم صح، فدول يعني حاجة ليها قيمتها برضو. طب قدامك بقى دلوقتي طريق من اتنين: يا تسلك طريق المبرمج الاول وبعد كده تبقى سايبر سيكيورتي، يا العكس. طب في حال ان انت مثلا وليكن عايز تبدأ كمبرمج الاول وبعد كده تتخصص في السايبر سيكيورتي، هتبقى مطلوب منك دلوقتي في الحالة دي حاجة واحدة بس، وهي انك تختار لغتين تبدأ بيهم، اللي هما احسن لغتين ممكن تبدأ بيهم هي البايثون والسي بلس بلس، لان اللغتين دول لغتين اقوياء جدا وحرفيا هيساعدوك في حاجات كتير. طيب خلصت اللغتين ده في حالة ان انت بدأت بيهم الاول، او لو ما بدأتش بيهم الاول هتبدأ باللينكس والشبكات، يعني حاجة من الاتنين هتبدل فيهم، يا هتبدأ بالبرمجة الاول وبعدها لينكس وشبكات، يا هتبدأ بلينكس وشبكات وبعدها برمجة. وبرضو كل الكورسات دي موجودة على اليوتيوب ببلاش، سواء الشبكات سواء لينكس سواء البرمجة بأي لغة من اللغات كلها موجودة، عندك الزيرو وعندك جودزيلا وعندك أحمد نظمي بتاع الشبكات، وعندك اللينكس عندك قنوات كتير بقى بتقدم حرفيا حاجات لللينكس، وفي برضو ناس تانية بتعمل حاجات أقوى من كده، وبرضو كل ده موجود بشكل مجاني مش هتدفع فيه جنيه واحد حرفيا. الموضوع كله مش محتاج فلوس على فكرة، هو محتاج إن أنت تكون عندك النية وإن أنت فعلا عايز تبدأ، مش إن أنت مش يعني اللي هو مش عايز تعمل حاجة وعايز تبقى قاعد مرتاح وخلاص، اللي هو أنا عايز أتعلم بس ما بعملش حاجة أو أنا مش عارف، مع إن أنت المفترض عليك إن أنت تدور يعني، بس هو ليكن برضو ده كده يعتبر الحل النهائي بالنسبة لي. طبعا خلصت لحد هنا، طبعا ده مش النهاية لسه، لأ. مطالب انت حضرتك دلوقتي بحاجة مهمة جدا، وهي اول حاجة وهي انك تعمل اللي انت درسته ده بقى بشكل عملي، مش تدرس شوية دروس نظرية وتيجي بعد كده تقول انا درست، لا خالص. انت مطلوب منك كل حاجة في المجال ده تعمل تدرسها وتفهمها تطبقها بدل المرة 100، هو ده اللي هيخليك تبقى محترف، مش ان انت تروح تدفع 1000 ولا 2 ولا 10 ولا حتى 100,000. لو رحت اخدت كورس حتى ولو بمليون جنيه وانت ما بتطبقش عليه انت مش هتتعلم اي حاجة، اصل هم مش هيعملوا لك حاجة، انت مطالب، انت اللي مطالب تعمل، محدش هيعرف يعمل لك ولا يساعدك في اي حاجة. فخلاصة الكلام بقى عشان ما اطولش اكتر من كده، انت مطالب دلوقتي ان انت هتتعلم تكنولوجيا معلومات بالاي بلس، هتتعلم بعدها سي اس 50 عشان تدرس علوم حاسب آلي، بعد كده عندك اختيار من اتنين: يا هتدرس برمجة الاول وبعدها لينكس وشبكات، يا هتدرس العكس. طب خلصت لحد هنا، عندك بقى هاكزا بوكس وعندك تراي اكمي وعندك مواقع كتير جدا بتقدم لك لابات مجانية تقدر تتدرب عليها، وكمان في بيئات افتراضيه زي الميتا سبلويتابل وغيرها وكيوبيتريكس وحاجات تانية موجودة كتير برضو بشكل مجاني على الانترنت، تقدر تحملها عندك على جهازك الخاص وتجرب عليها وتتدرب على كل انواع الثغرات اللي ممكن تكون تقابلك يعني في الشغل. وطبعا كل دوت هيخليك ان انت بقيت مؤهل شوية بشوية ان انت تقدر تشتغل حتى لو هتشتغل ريموتلي، وده برضو هيأهلك ويديك خبرة اكبر مع الوقت، وتحضر طبعا حاجات لها علاقة بالمجال اكتر وتنخرط فيه عشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه. بس واشوفكم على خير بقى لو انتوا وصلتوا لحد هنا عشان ما اطولش اكتر من كده، وما تنسوش تعملوا لايك فولو، اللي عايز اي حاجه يسال عليها في الكومنتات وهجاوب على طول. يلا سلام.